عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعمل مع بعضنا مقرونة بالدجاج محرحرة وبنينة على كيفها. نكملوا الفيديو باش نعرفوا الطريقة، ان شاء الله تعجبكم. 3 رف دجاج كبار غسلتهم بالقرص والخل. للتفويح تابل وكروية، فلفل كحل، شوية كليلو زعتر وفلفل شايح، فلفل زينة وهريسة عربي و3 ورقات رند. عندنا هوني كاس زيت، قرفة كبيرة طماطم وراس ثوم. توا نتعداو للتحضير. نحطو الطنجرة على نار متوسطة، نضيفو لها الزيت، نرميو فيها الفلفل شايح، خليه يسخن شوية مع الزيت باش يسيب المطعم البنين متاعو. بعد نرميو 3 طروف دجاج، نقليوهم مع بعضهم، نمرقو شوية ماء، مش برشا، شوية ماء، ونرميو الفحات. بعد ما رمينا الفحات نقعدو نحركو فيهم باش يفوح هكا الدجاج ويعطينا مطعم بنين. توا باش نزيدو الطماطم، قليوهم الكل مع بعضهم، من بعد نمرق بالماء السخون ونخليها تطيب في عقلها. حطينا الماء اللي باش نصمتو فيه المقرونة يسخن، هوني الصلصة متاعنا قريب تحضر. قبل ما نطفيو عليها بدرجين نرميو فيها كالثوم والرند باش تعطينا ريحة بنينة، وذاك السر متاع المقرونة. قبل ما تطفي عليها بدرجين متاع مقرونة الدجاج ترمي فيها الثوم والرند. توا نرميو المقرونة فك الماء اللي يغلي ونحركوها شوية، خلوها تطيب في عقلها. هوني حضر الصوص، هوني مقرونتنا حضرت، صفيناها وحطيناها في صحفة كبيرة باش نخلطوها مع بعضها. المطعم والريحة بنينة ما نحكي لكمش حاسيلو. مقرونتنا هيك حضرت وتوا باش نقدموها سخونة بنينة وموزز على كيفها. انصحكم باش تجربوها.